السلام عليكم ورحمة الله. ما تيجوا النهاردة نعمل أكلة حلوة جدا؟ شايفين الجمال؟ يلا بينا النهاردة مع بعض نعمل كفتة داوود باشا. بجد يا جماعة الكفتة دي خطيرة جدا، طعمها حلو جدا وسهلة ولذيذة في عمايلها، وما بتاخدش مننا وقت وبتطلع كده زي ما انتوا شايفين. أنا النهاردة عملتها مع مكرونة مسلوقة، ممكن كمان تتعمل مع رز أبيض وممكن تتاكل بالعيش. هي حلوة جدا. تعالوا بينا بقى نشوف طريقتنا السهلة البسيطة اللي احنا متعودين عليها، ونشوف احنا عملناها ازاي. هنحتاج بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، وانا عايزة اللحمة بتاعتي تكون مفرومة ناعم ويكون ما فيهاش دهن كتير. هضيف عليها بصلة كبيرة مبشورة، هضيف كمان معلقة كبيرة من البقسماط، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هعجن بقى الكفتة بتاعتي دي كويس جدا كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ بقى اعمل كده كور كلها متساوية قد بعضها بالشكل ده. هناخد قطعة كده من اللحمة ونبدأ نعمل الكور كده زي ما احنا شايفين. هخلص بقى الكمية كلها، وبعد ما اخلصها هاخدها احطها في التلاجة نص ساعة. لازم اللحمة تتشمع حوالي نص ساعة في التلاجة. هنجيب بقى طاسة وهنضيف فيها معلقتين كبار من السمنة، وادي الكفتة اهي بعد ما خرجت من التلاجة هبدأ انزل بيها كده على السمنة علشان هنديها صدمة كده ونحمرها كويس جدا. هنبدأ بقى نحمر الكفتة بتاعتنا كده او نشوحها لغاية ما تبدأ تاخد اللون البني اللي هيظهر معانا دلوقتي ده، وهنشوفه كلنا كده دلوقتي مع بعض. طبعا الكفتة دي مش مستوية خالص لسه، احنا بس بنديها صدمة وبنخليها كده تاخد لون من بره. ادي اللون الحلو البني اللي بقول لكم عليه، خلاص اتشوحت اهي وخدت اللون البني. هنبدأ بقى نجيب طبق ونرفع كده الكفتة في الطبق زي ما احنا شايفين مع بعض. مش قادره اقول لكم يا جماعه الكفته هنا ريحتها عامله ازاي، هي لسه ما استوتش بس ريحتها خطيره جدا. هزود بقى في نفس الطاسه معلقه كده من السمنه، وهنزل ببصله مبشوره بالشكل ده. هشوح في البصله شويه، واول ما تبدا تاخد اللون الشفاف هنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. هقلب الثوم مع البصل، ولما الثوم ريحته تبدا تطلع هنزل كده عليهم بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم، وهشوح طبعا فيها شويه كده مع البصل والثوم. وانا عندي طماطم متسبكه كنت شايلاها في الفريزر، هنزل كده على البصل والثوم والصلصه بالطماطم المتسبكه. انتوا لو مش موجود عندكم طماطم متسبكه ممكن تضربوا طماطم في الخلاط، هتحتاجوا لنص كيلو من الطماطم المعصوره او من عصير الطماطم. خلاص كده هنجيب بقى الكفته بتاعتنا وهننزل كده على الصلصه اللي احنا مجهزينها ومسبكينها، وهنزل عليهم بقى بكوبايتين من الميه المغليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انتوا ممكن كمان تتحكموا في تقل الصوص، ممكن تخلوه تقيل وممكن كمان تخلوه خفيف. هنغطي بقى على الكفتة بتاعتنا ونسيبها تستوي. هنا بعد ربع ساعة طبعا بتغلي كده مع الصوص، علشان كده الصوص يشرب من طعم اللحمة ويبقى طعمه حلو جدا. هنبدأ بقى نملح الصوص علشان خدوا بالكم، علشان احنا كمان مملحين الكفتة ومتبلينها. هنبدأ بس نحط كده ملح وفلفل للصوص بس. هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل ورشة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. وفي الاخر بقى هنرش كده رشه من السبع بهارات، مش قادره اقول لكم بقى بيخلي طعمها حلو جدا وبيوديها في حته تانية خالص. هغطي بقى الطاسه بتاعتي واسيبها كده على نار هاديه لغايه ما الكفته تستوي وتشرب كده من الصوص، والصوص يبدا يتقل معانا كده زي ما احنا شايفين ويتسبك. وادي بقى الكفته بتاعتنا اهي، شايفين الجمال؟ عملنا بقى جنبها مكرونه مسلوقه. بصوا بقى الجمال اللي احنا شايفينه. شايفين؟ مش قادره يا جماعه اقول لكم طعمها وريحتها كان حلو قد ايه. سهلة وبسيطة ولذيذة وطلعت حلوة جدا. بصوا الطبق بتاعنا عامل ازاي. يلا جربوها وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير.